لانه من بعد عباك كي تبدا تكبر تفهم باللي انت ما كان والو، مهما كانت شخصيتك المناصب تاعك الدراهم تاعك انت ما كان والو، وانت كنت تعتقد باللي كاع ما يحسوا فيك وكاع ما يشوفوا فيك وكاع ما يستناو فيك طيح وكاع ما يستناو تصراوك ضربه ودير غير في راسك. انت افيك لو طو تفهم باللي انت واحد من الغاشي هادو من الناس، وحتى كيما راح واحد اخرين تروح انت هكذا تقدر تستمتع بحياتك. تجي خارج هكذا تستمتع تعيش خليك من الناس اللي يكرهوك والناس اللي يحفروا لك والناس، اخرج من الزنيقه هذه، اخرج وعيش ببساطه، عيش نورمال، اكتيفي في الجانب التجاري في الجانب المهني قدر المستطاع، ماشي تقعد انت حاكم هذاك الهوس تاع باللي تولي مرفه، ولو كان ما توليش مرفه نتايا، ولو كان ما تدخلش دراهم واش عاد دير دوكا انت عارف. كل حاجه اعطي لها قيسها، اعطي قيس كلش عنده مركز، عنده مكانه، عنده تقدير في حياتك، الدين، الفاميليا، اصحاب، الجسد، الخدمه، ومن بعد تشوف كيف تستمتع بحياتك، الحياه اللي فيها كلش، تشوف نهارك هذاك واش فيه كلش، نهارك مقسوم باين، كاين وقت تاع صلاه، وقت تاع عباده، كاين وقت تاع خدمه، كاين وقت تاع الفاميليا تاع الاستراحه، كاين وقت تاع القاد، كاين وقت تاع التعلم، ماشي متعه كيما هذه، ماشي تولي الدنيا هكذا متعه، وقت تاع سبور، ماشي هكذا. التوازن هذا هو اللي يخليك تستمتع بحياتك. بصح انك انت يحكمك الهم على حاجه وتضيع حوايج اخرين، عبد اسكلاف تاع الدراهم، هكا تجي الدراهم تجي عبد، انت ما عندك حتى حياه، واللي يهضروا معاك الله غالب دير سبور، الله غالب ما كاش الوقت، زور باباك ما كاش الوقت، زور يماك ما كاش الوقت، روح تصلي ما كاش الوقت. واش عبد انت تاع الدراهم؟ انت ماشي عبد طبيعي، انت تشوتي انفستي في العلاقات، اصحاب الصباح، اصحاب العشيه، اصحاب في الليل، واشنا هذا؟ انت مخلوق غير باش تقعد مع اصحابك؟ لا ماشي كلش علاقات اجتماعيه، كاين حوايج اخرين في حياتك. على هذه الا حبيتوا تعيشوا مليح سهله، بسطوا حياتكم، نظموها بطريقه مليحه وتعيشوا مليح وتستمتعوا بها.